السلام عليكم، كيفتم؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم هاد البونبوني الصراحه اللي كيجيو فنين. كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال الكاوكاو، 250 غرام. عندنا هنايا واحد باكيه د الكيكس ماريه حتى هو مطحون. كاوكاو يكون محمر ومهرمش هكذا رقيق وصافي. وكيكس كنضربوا عليه بشي مدلكه هدايا اولا بغيتو تطحنوه كيبقى اختيار ديالكم. وهنايا كما كتشوفوا غادي نعجن هاد الكاوكاو وهاد الكيكس بالتمر. غادي نحتاج هنايا نص كيلو د التمر يكون معجون. صافي غادي نبدا نخلط المكونات بعضياتهم. صراحه هاد البونبونيس كيجيو مزيونين، المذاق ديالهم فنين مع مذاق د التمر. كما كتشوفوا بامكانكم تجمعوهم بالعسل اولا بالحليب النسلي، كيبقى اختيار ديالكم، ولكن هادوما صراحه كيجي مزيونين هكذا بالتمر. صافي غادي نبدا نخلط المكونات مع بعضياتهم. هنا من بعد ما جمعت ديك الخليط ديالي كما كتشوفوا هنايا غادي نحاولوا نعملوا حبيبلات هيدا طوالين كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ما كتلصق هاد العجينه ما حتى شي حاجه، زعما بلا ما مثلا دهنوا يدكم ولا شي حاجه فكتلصقش. صافي هنا غادي نبدا نعمل هاد الحبيبلات هكذا طوالين كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نعملوهم في هاد السلوفان كما كتشوفوا معايا، وغادي نلويوهم وغادي نحشيوهم في المجمد هيدا واحد 15 دقائق. صافي غير باش يزيدوا يشبعوا في راسهم وصافي. صافي هنا من بعد ما خرجتهم من المجمد كما كتشوفوا معايا هنايا ذوبت الشوكولات وكندهنهم كاملين هكذا، كنكوز عليهم بهاد المعلقه، كنعمل لهم الشوكولاته غير من فوق، يعني القاع ما كيجيش فيه. صافي غادي نستمر في هاد العمليه حتى نساليهم كاملين. وهنا كندوبوا شويه د الشوكولاط يكون بلا حليب اولا شوكولاط ابيض اولا اللي عندكم اختيار كيبقى ليكم. صافي هنا عملته معي في واحد بلاستيكه هيدا وقطعتها رقيقه، كنجوز عليهم بهاد الشريطات هادو وغادي نخليهم يزيدوا يبردوا. وهنا من بعد ما كيبردوا كنقطعوهم هكذا معينات كما كتشوفوا. الموس كنهبطوا ميل كما كتشوفوا معايا. صافي من بعد غادي نلصقوا في ديك كاريط هادوما داك كريطنات صغارين وكنقدموهم بالصحه والراحه. وكنتمنى هذا الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.